السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل طائر أسود لامع ذكي جدا بيفكر في مشاكل معقدة، وفي منه 40 نوع حول العالم، وذاكرته قوية لدرجة إنه يفتكر وشوش الناس حتى بعد سنين طويلة. الغراب هو طائر ذكي جدا وعنده القدرة على التكيف مع بيئته. لونه أسود لامع وصوته نعيق وعالي وحاد، وبيعيش في مناطق كتير ومختلفة حول العالم، زي أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا. وفي منه حوالي 40 نوع حول العالم، زي الغراب الأمريكي والأسترالي والأوروبي. معروف بذاكرته القوية اللي بتخليه يقدر يفتكر وشوش الناس حتى بعد سنوات. الغراب أذكى الطيور في التفكير وحل المشكلات، لدرجة إنه بيقدر يستخدم أعواد علشان يقدر يفتح حاجة أو يطلع أكل من أماكن ضيقة، أو يحل مشاكل معقدة. ده غير إنه بيقدر يتواصل مع باقي الغربان بصوت وإشارات معينة، وعنده عادات اجتماعية مختلفة زي اللعب وبناء الصداقات، وحداد على الموتى وإقامة محكمة للغربان المخطئة. ده غير إنه بيهتم لتربية صغاره ومخلص جدا لشريكه. عشان الغراب يعيش في مدن وبيئات مختلفة، فبيقدر يتكيف مع البيئة المحيطة بيه، وخاصة من ناحية الأكل. عشان كده الغربان بتاكل أي حاجة من فضلات البشر، من الفواكه وصولا للحشرات. لو حابب تعرف أكتر عن حياة الغراب قولنا في التعليقات نعمل جزء تاني. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك ومتابعة للصفحة علشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول.